حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. وكان مسيح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم ووجد الهيكل باع البقر والغنم ونوحا يمشي جميعا من الهيكل مع الغنم والبقر ونثر دراهم الصيادين. وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع إلى أورشليم فوجد في الهيكل باع البقر والغنم والحمام والصيادين بيت تجارة، فصنع مجلدا من حبال وطردهم جميعا من الهيكل مع الغنم ونثر دراهم الصيارفة وقلب طاولاتهم وقال لباعة الحمام ارفعوا منها هنا ولا تجعلوا من بيت أبي بيت تجارة. فقال اليهود فتذكر تلاميذه أنه مكتوب 46 سنة الغيرة على بيتك ستأكلني. فأجابه اليهود أي آية ترينا حتى تعمل هذه الأعمال؟ أجابهم يسوع انقضوا هذا الهيكل أقمه في 3 أيام. بالكلمة التي قالها يسوع. فقال اليهود بني هذا الهيكل في 46 سنة أو أنت تقيمه في 3 أيام؟ أما هو فكان يعني هيكل جسده. فلما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه أنه قال ذلك فآمنوا بالكتاب وبالكلمة التي قالها يسوع.
لما كان في فقد أورشليم كان يعلم عيد ما في الفصح الإنسان آمن باسمه كثير من الناس لما رأوا الآيات التي أتى بها، غير أن يسوع لم يطمئن إليهم لأنه كان يعرفهم كلهم ولا يحتاج إلى من يشهد له في شأن الإنسان، فقد كان يعلم ما في الإنسان شو حال لها من عين. Selamat malam,